قالوا حتى هو نفس القول. الألباني قال لك الحديث الصحيح هو تركت فيكم كتاب الله وعترة آل بيتي. ما علينا. علاش هذا الصحيح؟ لأن تركت فيكم كتاب الله، القرآن لا يتغير ولا يتبدل، يبقى قرآن. هذا يبقى قرآن، ما تستطيعش انت تجي دير له شي حاجة تزيد فيه ولا تنقص فيه ولا تحرفه، لأنه حفظه الله. أما تركت فيكم عترتي وسنتي فاعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايتين تقدر تحسبهم صحيحتين معا من أجل الاختيار. كأنه يقول لك النبي إذا أردت العلم النظري، إذا بغيت العلم النظري تحفظه وتعرضه عليك بالكتب الست، بالحديث النبوي، بالسنة. وإذا أردت السنة التطبيقية، إذا أردت السنة التطبيقية عليك بعترة آل بيتي، تحبهم وتصحبهم، ديك الساعات غير شوفهم وتبعهم، لأن غادي تشوف السنة فيهم حية. واش فهمتوا؟